في ناس بقى بتعمل ايه؟ تعمل if condition، يعني تقول لك if condition ان الفاليو دي دوت contains، مثلا تقول لك دوت contains at gmail.com، يعني لازم تكون contain ده مثلا if condition تاني، انا بديك مثال مش اكتر، دوت كونتينز مثلا دوت كوم. طيب تقول لك مثلا اف مش عارف ايه وهكذا، اف كونديشنز كتير جدا، ولكن الريجولار اكسبريشن دي بتريح لك الموضوع ده كله. انت جاست بتقول له الايميل ريجولار اكسبريشن ده الريجولار اكسبريشن بتاعك اللي هو ده هاز ماتش، وبتديله الفاليو بتاعت حضرتك. ده شغال في اي حاجه، يعني ما تربطش الريجولار اكسبريشن بالفاليديتور، لا دي حاجه جينيريك. الريجولار اكسبريشن في العموم انت تقدر تفاليديت في اي حاجه تانية، يعني ما تربطش دي اللاين ده كده او اللوجيك ده بالفاليديتور الخاص بالتكست فورم فيلد، لا احنا بنستخدم الريجولار اكسبريشن في العموم. تقدر تستخدمها في اكتر من موضع، مش لازم يكون جوه الكاستم تكست فورم فيلد او التكست فورم فيلد، لا مع الفاليديتور ريجولار اكسبريشن تعملها في كذا مكان بلوجيك مختلف. وخد بالك ده كونسبت، يعني ملهوش علاقة بدارت او فلاتر، لا ده كونسبت برمجي. ريجولار اكسبريشن بتماتش فاليو معينة ببعض الرولز اللي حضرتك حاططها بالشكل ده.